بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لاي حد في اولى ثانوي او تانية ثانوي بيبقى مشكلته في تحديد القسم اللي هو هيدخله. طب ادخل قسم ايه؟ طب ماما بتقول لي ادخل كذا، طب انا عايز ادخل كذا، انا بحب الماده دي وكده. عندنا بقى هتبقى الحيره مثلا بين علمي ولا ادبي، وبعد كده هندخل لو علمي طب علمي رياضه ولا علمي علوم. طيب اختار بقى على اساس ايه؟ طيب يبقى عشان نحدد القسم ونوصل لافضل نتيجه وندخل القسم اللي احنا عاوزينه اللي يدخلنا الكليه اللي احنا عاوزينها، يبقى ما قدامناش غير حاجه واحده بس، طريقه التفكير العلمي. هنيجي لاول خطوه في طريقه التفكير العلمي، وهي تحديد المشكله. تحديد المشكله اللي هي عندنا دلوقتي القسم، ادخل علمي علوم ولا علمي رياضه ولا ادبي. وعشان نحدد المشكله في الحاله دي عندنا 3 عوامل هنحدد على اساسها. اول عامل المواد اللي انا بحبها. انا ممكن اكون بحب ادرس الرياضه والاحياء بس ما بحبش الجغرافيا. ممكن اكون بحب المواد الادبيه زي التاريخ والجغرافيا بس ما بحبش المواد العلميه، وهكذا. تاني عامل في العوامل دي هي قدرتي على التفاعل مع المواد. انا ممكن اكون بحب الرياضه جدا وبفهمها وبجاوب مع المدرس في الدرس، بس ما بعرفش اطلع الناتج صح في الاخر. يبقى انا في حاجه ناقصاني في الماده دي. ممكن اكون في نفس الوقت بحب المواد الادبيه جدا زي التاريخ والجغرافيا وكده، وبعرف احفظها وبجاوب كويس وبجيب فيها درجات، يبقى كده الماده دي معايا تمام. تالت عامل من العوامل دي هي الكليه اللي انا عاوز ادخلها او الكارير اللي انا عاوز امشي فيه، لان ممكن تكون الكليه دي هي الدافع ليا ان انا ادرس مواد معينه وبناء عليها اختار القسم اللي انا عاوزه. بعد ما حددنا المشكله نيجي الهدف. لو انا هدفي ان انا ادخل المجال الطبي او كليه علوم ومنها اكمل في الكارير الاكاديمي، او لو انا عندي قدره على الحفظ مع فهم وتحليل، او لو انا بحب ماده زي الاحياء او الجيولوجيا وكده، يبقى اكيد هدخل علم علوم. ولو عاوز ادخل كليه هندسه او حاسبات، او بحب البرمجه، او عاوز ادخل في مجال البيزنس، او بحب الرياضه وشغوف بيها، بالتالي هدخل علم رياضه. في نفس الوقت لو عندي شغف بالدراسات الاجتماعيه زي التاريخ والجغرافيا، وعاوز ادخل كليه زي سياسه واقتصاد او اعلام او ألسن وهكذا، يبقى اكيد هدخل ادبي. ثالث خطوه معانا في خطوات التفكير العلمي هي البحث عن حلول وايجاد بدائل ليها. واكيد ده هيكون سهل بعد ما عرفنا نوصل للمشكله ونحدد الهدف اللي احنا عاوزينه، وده هيكون من خلال شويه بحث عن الاقسام والكليات واللي ممكن تاهلك ليه بعد كده. وده اللي احنا بنساعدك فيه من خلال بوست بينزل كل يوم على صفحتنا الساعه 8، ممكن تلاقي فيه المعلومات اللي تساعدك على ده. وفي الاخر عاوزين ننبه لحاجه: لو بتختار الكليه او القسم او المجال اللي عاوز تكمل فيه، ما توقفش تفكيرك على حاجه واحده، لان دلوقتي كل العلوم بقى ليها علاقه ببعضها. مثلا بايوفيزيكس، انت بتدرس احياء مع فيزياء. وفي الاخر نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وتعرفوا تختاروا القسم اللي انتوا عاوزينه صح. السلام عليكم.